فلوس بالكوم لضيوف برنامج رامز جلال في رمضان، أقل واحد معدي 800 ألف جنيه وشوية. مين هما نجوم الفن المشاركين في برنامج رامز جلال؟ ويا ترى السقا أخد كام؟ ولاعبي الأهلي أخدوا كام؟ مفاجآت كتير هنعرفها مع بعض في الفيديو ده. رامز جلال السنة دي شكله كده ناويها، داخل موسم رمضان ومجهز معاه قائمة فنانين يشاركوا في البرنامج كلهم عتاولة في مجالهم. أكيد طبعا النجومية دي كلها وراها فلوس كتير، وده اللي هنعرفه مع بعض دلوقتي، بس بعد ما نعرف الأول المفاجآت اللي مجهزها رامز جلال لضيوفه. وفقا للمعلومات المتاحة فرامز جلال مظبط كتير من المفاجآت والمواقف الصعبة لضيوف برنامجه. رامز هيستضيفهم في مدينة ألعاب مائية كبرى في دبي. المدينة فيها أكوا بارك وبيت رعب. في المكانين دول بالتحديد بيقوم رامز بيعمل مقلبه الجديد في ضيوفه. الضيوف هيبقوا عارفين إنهم رايحين لرامز جلال، بس مش عارفين إيه اللي هيحصل فيهم ولا فقرات البرنامج عاملة إزاي. الأهم بقى إن كل حلقة هيبقى فيها 2 ضيوف في وقت واحد. الضيفين اللي مع بعض مش هيبقوا عارفين إنهم مع بعض، والفكرة إنهم هيكونوا ضد بعض أصلا. يعني مثلا حسن شاكوش هيكون موجود ومعاه زوجته السابقة ريم طارق. طبعا الاتنين منفصلين وبينهم مشاكل كتير، فهنشوف بقى نتيجة المشاكل دي بينهم في الحلقة. مين بقى أبرز نجوم الفن المشاركين في برنامج رامز جلال لشهر رمضان 2024؟ الحقيقة السنة دي مع رامز جلال قائمة الضيوف فيها أسماء كتير، كلها أسماء تستاهل البرنامج وهيعملوا شغل حلو جدا، وده المتوقع منهم. قائمة الضيوف فيها النجم الكبير أحمد السقا وسمية الخشاب وشيرين رضا وباسم سمرة وحمدي المرغني وأيتن عامر وحسن شاكوش ونجلاء بدر وحمادة هلال ومحمد رياض والفنانة اللبنانية باميلا الكيك ومحمد شاهين وحسن عسيري ويسرا اللوزي ومحمد لطفي ومريهان حسين وأحمد مالك ومي عمر وحمو بيكا وطارق لطفي وأحمد عيد وكزبرة. أما بقى قائمة نجوم الكورة المشاركين في البرنامج هما النجم الأهلاوي حسين الشحات، ياسر إبراهيم، مصطفى شوبير، والمذيع عبد الناصر زيدان، ومتوقع يكون في أسماء تانية بس لم يتم الكشف عنهم لحد دلوقتي. نيجي بقى لحجم أجور ضيوف برنامج رامز جلال. يقال إن الأجور بتتراوح ما بين 800 ألف جنيه لحد 3 مليون جنيه، لأن هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية خصصت الميزانية الأكبر لصالح التجهيزات الخاصة بالألعاب. والقرار اللي طلع إنه هيكون أغلب ضيوف البرنامج من نجوم وأبطال السوشيال ميديا. النجمة سمية الخشاب مثلا هتاخد 1.5 مليون، شيرين رضا 1.5 مليون برضو. أما بالنسبة للفنان باسم سمرة فده تقريبا هياخد 1.2 مليون جنيه. حمدي المرغني 1 مليون جنيه ومع زوجته. أيتن عامر 1 مليون جنيه برضو. حسن شاكوش زي ما سبق وقلنا هياخد 800 ألف جنيه ومع ريم طارق. اللي أعلى منهم بشوية بقى الفنان حمادة هلال هياخد 2 مليون، يسرا اللوزي 1.2 مليون ومحمد لطفي 1.2 مليون برضو، محمد شاهين 1 مليون، وزيه هيكون الفنان محمد رياض هياخد برضو 1 مليون. أما بقى كزبرة وحمو بيكا فكل واحد فيهم هياخد 800 ألف جنيه. مي عمر وأحمد مالك كل واحد هياخد فيهم 1.5 مليون. في النهاية انتم رأيكم ايه في أجور الفنانين دول؟